عشان تكون مبسوط خليك اناني. يعني انا بطبخ الطبخه دي مش عشان ولادي يبقوا مبسوطين، عشان انا ابقى مبسوطه. انا بخرج الخروجه الحلوه دي علشان نفسي. انا بشقى وبتعب مش عشان ولادي اجيب لهم فلوس او اعمل لهم دخل، عشان انا احس بكياني. فعشان تبقى مبسوط خليك اناني. ايه رايك في المقوله دي؟ لا، هي مش فكرة الأنانية خالص، هي اللي احنا قلناه من شوية، ان انا عشان اكون مبسوط لازم يكون ده قرار داخلي. انا طول ما انا مبسوط على فكرة ده بينعكس على كل حاجة حواليا. لو انا ام مبسوطة هتلاقي ولادي مبسوطين، لو انا اب مبسوط هتلاقي كل اللي في البيت مبسوطين. فانا السعادة الداخلية اللي جوايا تلاقيها بتنعكس على الناس كلها. في شخص كده لما يدخل مكان تحسيه فيه تفاؤل كده، تحسي فيه فراشات بتطير حواليه في المكان، تحسي فيه سعادة كده، فيه روح مختلفة. وفي شخص يدخل تحسي ان يومك اتقفل، انت شفتيه بقى خلاص، انا يومي باظ بقى خلاص، انا ايه اللي صبحنا بالخلقة دي على الصبح. فالموضوع بيبقى شوية السعادة الداخلية بتاعتنا هي دي اللي بتبقى ظاهرة في الاتيتيود بتاعنا، في علاقاتنا باللي حوالينا. انا ابقى مبسوط بس ما بقاش اناني، لان انا ممكن عشان ابقى اناني اجي على حقوق الناس اللي حواليا.